من اخطائنا كبياعين. هو مين اللي يمشي؟ رأي العميل ولا خبرتك الشخصية ورغبتك في تحقيق اكبر مكاسب ممكنة ليه؟ جالي عميل كان من احد الدول العربية معاه حوالي 150 مليون جنيه، كان عاوز يستثمر انه يشتري في ليك فيو 3 فيلل ويقعد بيهم شويه ويبيعهم فبالتالي يكسب فيهم. الكلام ده كان من حوالي سنه ونص سنتين. العميل اللي جالي دوت كان قال هو طلبه محدد، انا عاوز 3 فيلل في ليك فيو عشان اخدهم دلوقتي ويقعدوا معايا شويه وبعد كده ابيعهم. عملت انا ايه بقى؟ انا قلت انا المستشار العقاري، انا عاوز احقق له اعلى مكاسب ممكنه. قعدت اقول له يا فندم لو حابين نستثمر وحابين نكسب فعلا، في طرق تانية افضل من الفيلل بكتير. في عندي اللي انا ممكن استثمر في محلات تجاريه، في ممكن ان انا استثمر في شاليهات، في ممكن استثمر في شقق، وعملت له دراسه جدوى للحاجات دي كلها. المفاجاه هنا ايه؟ العميل قفل مني وما اشتراش معايا وما كملش معايا، وعرفت بعد كده انه راح اشترى ال3 فيلل في ليك فيو. الدرس المستفاد ان مش شرط اللي انت تمشي رايك على العميل، خصوصا ان العميل هو جاي على طلب محدد. انت ممكن عشان بتعامل ربنا تحاول تعرض عليه الاختيارات اللي هي الاكثر ربحيه من وجهه نظرك، وافق بيها وافق، ما وافقش ما ينفعش انت تفضل ماسك فيها وتصر عليها. في الاخر راي العميل هو اللي بيكسب.